يا سيادة المقدم، دلوقتي تقدروا تشتغلوا على القضية براحتكم، لأن أنا والرائد نور قررنا إن احنا هنقعد في المكتب اللي جنبيكم. ويا ريت يا ريت لو احتجتم أي حاجة تبلغونا عشان نتشارك مع بعض في القضية اللي اللواء قال لنا عليها. بعد إذنكم هروح المكتب التاني. ازاي يعني اللي حضرتك بتقولي ده؟ احنا المفروض نكون قاعدين في مكتب واحد، لاننا هنبقى فريق واحد هنشتغل مع بعض. تمام حضرتك، يعني احنا المفروض فريق، يعني نقعد في مكان كبير يسعنا كلنا عشان نعرف نشتغل مع بعض. وحضراتكم مش موافقين، فبراحتك. تحب حضرتك تخسر القضية وتبقى أول نقطة سودة تتحط في ملفك، فتمام، براحتكم قوي. وسام بصت لنور، لأني فهمت إن نور بتجيب حق وسام ومن اللي عملوه فيها امبارح. فنور غمزت لوسام، فضحكوا هما الاتنين واخفوا الضحكة بسرعة قبل ما حد ياخد باله. فتمام بقى يا ست الرائد، حضرتك حابب ان انت تفشلوا في القضية وبراحتكم. احنا عن نفسنا هننفذ كلام اللواء وننقل في مكتب اوسع. تمام، واحنا اصلا مستنيينكم، اتفضلوا. خرج ادهم ووراه زين وراحوا للمكتب الاوسع. انسة وسام، بالنسبة للي حصل امبارح فانا يا سيادة المقدم خلاص، انا ما بحبش اتكلم في كلام امبارح. وخرجت وسام ونور وسابوه في الاوضه لوحده. وبعد نص ساعه كان المكتب الاوسع جهز. انا عاوز اعرف بعد اذنكم ايه المعلومات اللي في ايدينا. المعلومات اللي في ايدينا هي المعلومات اللي قالها اللواء بس. والمفروض بقى نعمل ايه بالمعلومات البسيطه دي؟ نروح البيت ونقعد ننقي رز جنب اهالينا. والله الكلام ما كانش موجه ليكي يا ست الرائد، احنا كلنا هنا بنفكر مع بعضينا وبنفكر بصوت عالي. والله برافو عليكم، نقيتوا اكتر وقت مناسب عشان تتنقروا فيه مع بعض. انا مش بتنقر، المناقره دي لشغل العيال وبس. قصدك ايه يا سياده المقدم؟ هو انا لوحدي اللي كنت بتنقر ولا ايه يعني؟ يوه، اهو بدأنا حساسيه من اولها. والله احنا كده بقى مش هنعرف نشتغل مع بعض طول ما احنا مش طايقين بعض. في ايه؟ هو انتوا بتتلككوا عشان ما تشتغلوش ولا ايه؟ والله انا شايف ان دي اكيد خطة منكم عشان تروحوا تقولوا للواء سليمان اننا مش عايزين نشتغل وتاخدوا انتوا بقى القضية. ده اتهام وانا ما اقبلوش يا سيادة المقدم، ابدا ابدا. فعلا انا مش هقعد دقيقة واحدة اشتغل بالمنظر ده، كفاية كده. وقامت نور وجمعت حاجتها هي ووسام وخرجوا بره المكتب. شفتي خلعنا منهم ازاي يا وسام؟ طبعا، ما تنسيش بس فضل عليكي، لولا اني استفزت ادهم ما كناش هنمشي النهارده. ماشي يا ستي، كده نروح البيت بقى ناكل ونفكر بروقان. كل ده والتلات شباب قاعدين باصين لبعضيهم ومش فاهمين ايه اللي حصل اصلا. هو انا وانا مستغرب من اللي حصل، بس مش شايف ان هو وحش يعني، صح ولا ايه؟ بعيدا عن الطريقه اللي كلمونا بيها، انا شايف ان كده افضل عشان نشتغل على القضيه براحتنا وبمزاج. طب اقوم بقى انا اشوف اللي ورايا. ايه تقومي فين يا نور؟ معلش يا ماما بقى، عشان عندي شغل. يعني هو الشغل هيطير يا نور؟ خليكي شوية معانا. معلش يا بابا، اصل اكل العيش مر، وانا بقى بجري على غلابة كتير. ما تنسيش تسلميلي على الموكوس جوزك. هي ماشي يا ظريف. وبعدين معاكوا بقى، وانتوا كل مرة تقلبوا الجد هزار كده. طب بعد اذنكم بقى انا هخطف وسام عشان عندنا شغل. بعد اذنكم. اه يا جماعة معلش، بعد اذنكم طالعة. عاجبك كده يا عبد الله؟ شفت بنتك والمديرية اللي خدناها منها؟ جرى ايه يا ماما؟ هو ده مش شغلها ولازم تستحملوها؟ هي بتشوف شغلها برضه. انا مش عارف انتوا قلقانين عليها وخايفين من ايه دايما. بنتكم ب100 راجل، ما تخافوش بقى. وبعدين بقى اي حاجه هتعملوها مش هتجيب نتيجه، بنتكم عنيده. عندك حق يا ابني، والله عنيده قوي. بص انا عاجبني ان احنا بنشتغل مع بعضينا كده اهو في السر، بس مش كل مره هنشتغل بالليل مع بعض. هيبقى عندي لازم نيجي عندك بعد اذنك يعني. صح، العمليه سريه ومش المفروض نفضل نشتغل عندك كل مرة. بس ايه تسمحي لي وبعد اذنك انت محتاجة تستأذني يا نور؟ ده بيتك يا حبيبتي، معلش. او ممكن في المكان بتاعنا. طبعا، بس يلا بقى نرتب افكارنا ونلم اللي ورانا عشان نعرف نخطط. اكيد طبعا. والله انا لاحظت ان في شوية جرايم كده محدش عارف مين اللي بيعملها. وانا برضو في مستشفى متبلغ عنها كذا مرة اللي في حالات اختفاء فيها. خلاص، انا هبص في الجرايم المستخبية دي وانتي شوفي حوار المستشفى. تمام يا ستي. وفي بيت بيطل على البحر بعيد عن دوشة المدينة، بيت مأجرينه الشباب وقاعدين فيه. ها، هنعمل ايه يا شباب؟
هناكل عشان انا جعان. والله كنت حاسس ان انت جعان، عشان كده طلبت الاكل وزمانه جاي. لا يا عم، انا عاوز انقي اكلي بقى بنفسي، وانا كمان اطلب اللي على مزاجك. جرى ايه يا عم انت وهو؟ هو مش هنشتغل بقى على المهمة دي ولا في ايه مالكو؟ افوش قوي ادهم ده، صح يا زين؟ ايه يا عم ادهم، بنهزر معاك، في ايه مالك؟ انا اصلا لسه واكل، يلا عشان نشتغل يا بابا. طيب، بالنسبة للجرايم والقضايا اللي جات لنا، انتوا لاحظتوا اي حاجة غريبة الفترة اللي فاتت؟ اه انا لاحظت. قول، قول بسرعة. بقت غريبة كده شوية. غريبة ازاي؟ فهمني. يعني بقت مملة كده، مفيش إثارة زي زمان. زمان كانت تيجي القضية كده فيها شغل يا عم، وندور ونبحث. ده أنا ما صدقت جات لنا مهمة فيها معلومات مختفية. معك حق والله، الجو بقى ممل قوي. ولا أنت إيه رأيك يا أدهم؟ صبرني يا رب. يا ابني انت وهو حرام عليكم، عاوزين حبة جد شوية، هتشلوني. طب ما انا جد اهو. المقصود بمملة ان القضايا مخدرات، كلها مخدرات كده. حلو ده، هتحقق انت بقى معاهم. وكمان في فيلا صاحبها بلغ ان الفيلا اللي جنبيهم صاحبها تصرفاته غريبة قوي، حتى نحاول نتكلم معاه. ثواني، دي مش قضية، ده استعباط. ايه الغريب في كده؟ افرض الراجل صاحب الفيلا التانية مش عايز يتكلم معاه، انت بتهرج معايا يا حازم؟ يا ابن الناس الكويسين، اسمع بقية كلامي. في يوم الراجل ده سمع صوت صريخ، فراح يبص من شباك الفيلا، لقى صاحب الفيلا اللي جنبيه لابس قناع، وكان بيجري ولا ولد في الجنينة وعاوز يقتله، والولد هرب. مع احترامي للكلام ده كله، مفيش دليل ان دي قضية اساسا. ادينا بنحاول، بس لازم نفتح القضية دي نشوف فيها ايه. تمام، انا شايف ان احنا ما ينفعش كل حاجة نحقق فيها لوحدينا. يعني ايه؟ يعني انت تقصد ان احنا ندخل البنات معانا؟ يعني ده رأيي. طب خليهولك بقى. ولا ايه يا عم ادهم؟ ما تشوف يا عم زين بيقول ايه. ايه ده؟ معاك حق يا حازم، بس احنا مش هنقول لهم عشان مش عايزينهم يشتغلوا معانا، لا، احنا عشان مفيش خطر يحصل لهم من خلالنا يعني، وخصوصا شكلهم متهورين. يا جماعة فهموني، انا اقصد ان احنا هنحتاجهم. بص انا هفكر في الحوار ده. لا انتوا اتهبلتوا، الموضوع مفهوش تفكير اصلا يا عم ادهم. لا فيه، وبصراحة لما فكرت شوية لقيتهم ان هم ممكن يفيدونا. ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ ادهم رجع في كلامه؟ مش ده كلامك؟ بقول لكم ايه بقى، احنا هنحط خطة كويسة، ونحتاجناهم في الخطة هنبقى نقول لهم. الجرس بيرن، ده اكيد الاكل. انا هقوم افتح. حلو قوي الكلام ده، احنا كده يعتبر خلصنا الخطة بتاعتنا. صحيح، في حاجة مهمة عايزة اقولك عليها قبل ما انسى. قولي يا جلبت المصايب، يا مهر وحبله سايب. لا دي من عندي بقى. قولي خلاص. ماشي يا ستي، كان في قضية غريبة قوي في المديرية بس اتقفلت، حبيت اقولك عليها. انا معرفش تفاصيل، بس هو كان راجل مبلغ عن صاحب الفيلا اللي جنبيه ان فيها حاجات غريبة. انا كنت سمعت حاجة زي كده. تعرفيش هي فين الفيلا دي؟ يا بنتي بقولك معرفش اي حاجة عنها. طيب، احنا لازم نجيب ملف القضية دي. سيبي الموضوع ده عليا انا، وانا هجيبهولك بكرة. هنحط الخطة بتاعتنا، بس أنا لازم أفتح الملف بتاع القضية دي وأقرب تركيز كده. أنا هعرف أجيبهولكوا، ما تشيلوش هم الموضوع ده. هجيب لكم الملف بكرة. تمام، وبعدها هنتقابل هنا بره المديرية عشان نعرف ننفذ الخطة بتاعتنا. تمام، دلوقتي بقى هنعمل إيه وهنقول إيه بكرة؟ هنقول إن إحنا ملقيناش حاجة، مش هنقول لهم على أي حاجة. تمام، حلو قوي، هنعرف نشتغل براحتنا. بصوا إحنا هنسألهم وهنشوف هيقولوا إيه، وهنقول لهم ملقيناش حاجة نحقق فيها. ايوه بقى، كان فين الشغل ده من زمان؟